يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. طبعا انا بقالي شهر ما نزلتش فيديوهات معاكم، صح؟ بس والله العظيم غصب عني. انا قلت لكم تابعوني على الفيسبوك، انا ساعات بنزل فيديوهات كتير على الفيسبوك، فهحط لكم اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي. ماشي، انا هحكي لكم اللي حصل. بصوا، هنحكي ومفيش اي كلام. انا مش عايزه احكي بصراحه لما المرحله دي تعدي، فقلت احكي لكم. بصوا، انا خطيبي رايح الجيش آه من يوم 3/10. ماشي. طبعا مش عارفه اتاقلم. انا كنت كل يوم مثلا بشوفه، آه اتكلم معاه، يتصل بيا، اشوفه كل اسبوع، مش عارفه. طبعا انتوا عارفين ان احنا قرايب فبنشوف بعض على طول، بس كده. فطبعا فجاه لقيت حد بيكلمنيش. طبعا بيكلم، مش عارف يكلمني، ما بيسالش عليا، مش عارفه، ما بشوفوش، ما بعملوش. طبعا نفسيتي يا جماعه متدمره جدا جدا جدا، فما تتخيلوا. فنفسيتي وحشه قوي. ماشي. عشان كده ما كنتش بنزل فيديوهات ولا اي حاجه، بسبب اني نفسيتي وحشه قوي. فاهمين؟ بس ما كنتش الاول ليا. اولا ماليش جهد ان انا اتكلم. اتنين، مفيش شغف اصلا ان انا اعمل اي حاجه. طبعا مش معايا. رحت كذا يعني مناسبه وكانش معايا، نسيت، اتدمرت اكتر. هو ده اللي حصل. بس عايزاكم اطلب منكم طلب، ان انتوا تدعوا له ان ربنا يجيبه لي بالسلامه. عشان انا بجد مش عارفه اتاقلم من غيره، بجد. يعني انا بقى اهو بتكلم معاكم وبصور مثلا، بنزل فوتات او بروح شغلي وارجع من شغلي، بس انا فعلا وحياة ربنا ما عارفه اتاقلم. انا دلوقتي اهو في شغلي، انا مش عارفه اتاقلم. بقالنا شهرين اهو. آه مش عارفه هينزل امتى، مش عارفه هنعمل ايه، مش عارفه اسوي ايه. فكل الكلام ده داير في دماغي دلوقتي. عايزاكم بس ان انتوا تدعولي ان هو ان شاء الله ربنا يجيبولي بالسلامه ويقضي خدمته على خير. عشان ايه بقى؟ نخلص الجيش ونتجوز. هو ده اللي هيحصل. بس كده. حابه تدعيلي. وانا هاخدكم النهارده هم الفلوج كده. يعني هو في الشغل انا ناقص لي ثانيه واحده، ناقص لي 3 ساعات واروح. فاهمين؟ 3 ساعات واروح. هصور لكم ان شاء الله من اول كده اهو بالليل لحد تاني يوم بكره، ونتكلم مع بعض ونعمل اكل مع بعض بكره ان شاء الله. بكره بصراحه هروح عند حماتي، هروح اشوفها. بقالي كتير قوي ما شفتهاش. اروح اشوفها واطمن عليها. طبعا انا يعتبر نفسيتي وحشه كده، يعني نفسيتي نفسيتها قد كده، نفسيتها اكتر. يعني بصوا، نفسيتها مش سيئه اكتر مني بكتير. انا كده بالنسبه لي انا عادي وعارفه، بس هي مش عارفه تتاقلم بجد بجد من غير احمد. ادعوا لي بس ربنا يجيبه لي بالسلامه ويقضي خدمته على خير، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. كل اللي بيحبني يدعي لي دعوه حلوه من قلبه، عشان بجد انا محتاجه الدعوات الايام دي. يلا بقى بينا، خلاص بقى انا خلاص حكينا، وعشان ما نوديش طاقه سلبيه. انا حاجات كل اللي انا كنت عايزه احكيه معاكم، يعني الموضوع ده كنت عايزه اكلمه معاكم دلوقتي، بس لقيت انا مش بظهر بقالي شهر ما نزلتش فيديو. فاعذروني بقى. خلاص بقى احنا نضحك. مهما انا حالتي مش كويسه، بس انتوا مالكمش ذنب. فبس كده. يلا بقى نشوف اللي هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده. اخوكم كده من اول يوم لحد اخره. طبعا انا بكره كده كده من الشغل اجازه، فكده احنا بكره مش ورانا حاجه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الفلوج، ونكمل الفلوج مع بعض. وحطي لايكات كتير كده على فيديو، مين بتتابعيني منين، وشوفوا في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد مني ووجودك كالعاده في راسي. بس كده. يلا بقى نكمل الفيديو، كملي الفيديو معايا، شوف هنعمل ايه. طبعا زي ما شفتوا في المقدمه انا حكيت لكم كل اللي حصل معايا. طبعا عايزاكم تعذروني وقولي لي كملي وتشجعي وخلي نفسيتي تتحسن شويه عن الاول، عشان انا بجد نفسيتي وحشه جدا. هتقولي رايحه فين كده بقى؟ النهارده حبيت بس اخد كده فلوج سريع. انا كنت رايحه عند اختي، كان عيد ميلادها وكده، فروحت ايه اقول لها كل سنه وانت طيبه وكده. اول حاجه بقى كنا هنا راكبين التوك توك، بصور لكم بقى نفسي بقى وانا حاطه ميك اب. شفتوا بقى؟ شفتيني حلوه ازاي؟ وجبنا بقى فطار، رحنا طلعنا بقى فطرنا. بعد ما خلاص فطرنا وقعدنا بقى، مش لابسه الجلابيه. على فكره السلسله اللي لابساها دي فيها دبلة احمد، دبلة خطيبي احمد، يعني انتوا خلاص عارفينه بقى خلاص. طبعا عايزاك تحطي لايكات كتير جدا على الفيديو، تقولي بتتابعيني منين، ولايك وشير وكومنت حلو، واشتراك في القناه وتفعيل الجرس هنا فوق راسي. قعدت بس الزعبوط على دماغي
اليوم ده رحت بقى فصلت، انا كانت نفسيتي الحمد لله الحمد لله. طبعا مش عايزه بس اديكم طاقه سلبيه في الفيديو، انا بس حبيت افهمكم ايه اللي حصل كله في الشهرين اللي انا كنتش بصور فيهم من حاجات بسيطه بس. حبيت بس افهمكم عشان تعرفوا يعني ماشيه ازاي حياتي ماشيه ازاي، عشان نبقى عارفين كده من اول ايه المواضيع. كنا بقى قاعدين كده لغايه حوالي المغرب كده، قمت بقى ايه قلت اساعد اختي شويه في الاكل ده بقى. كان بصراحه ما شاء الله يعني كانت عامله محشي كوسه بتنجان وفلفل كانت سلقه فراخ وسلقه لحمه، وقالت لي بقى قومي سوي المحشي وكملي انت ايه وسوي الاكل يعني وكده وحضري لنا. قلت لها خلاص مش مشكله هقوم. سخنت بقى الشوربه عشان اسقي طبعا المحشي، وحصل فيه حته موقف يا جماعه. انا بصوا المحشي عامل ازاي، انا بحسبهم ان هم رصينه، طلع ما مش هم رصينه، طلع مش مرصوص، طلع مكفي كده على بعضه، والمحشي كان هيبوظ مني يا نهار ابيض. انا عشان بقيت طبعا مدخلتش المطبخ من ساعه ما نزلت الشغل وكده، فحسيت ان انا دماغي فوتت شويه ما كان مع موضوع خطيبي، فدماغي فوتت على الاخر. اعذروني بقى يا جماعه اعذروني. المهم بقى انا بعد ما اصلا سقيته عرفت ان هي بتقول انا مش رصاه، قلت يا نهار ابيض الحمد لله لقيت على قد كده. المهم في الاخر يعني ما حصلوش حاجه الحمد لله، استوى بقى زي الفل وما بص يعني لحد ما بص، بس كلناه يعني هنعمل ايه. وجع البطن من تلاقي الطبيخ، وهي كانت هي سلقه فراخ وسلقه لحمه، وقالت لي بقى ايه عملنا رز اللهم صل على سيدنا محمد لسان عصفور. حطيت بقى شويه لسان عصفور كده مع شويه سمنه وقعدت اشوح فيهم كده طبعا انتوا عارفين. بس انا حبيت النهارده ان انا اخوكم في فلوج. الفيديو ده يوم، هقول لكم يوم كام. النهارده يوم 4/12، النهارده 4/12. انا بقالي شهرين ما نزلتش فيديوهات معاكم او شهر حاجه زي كده. انا مش فاكره والله العظيم حتى ما ببص على الصفحه ولا ببص على القناه اصلا، من كتر ما انا نفسيتي وحشه والله العظيم ما ببص على القناه ولا ببص على البيج بتاع الفيسبوك. وهحط لكم برضو اللينك بتاع الفيسبوك في اول تعليق، خشوا بقى عندي وتابعوني. قعدت بقى كده احمر في اللسان عصفور لغايه ما خدت طبعا لون الجلد. حطيت اول حاجه بحب يا جماعه احط ميه عشان خاطر انا عندنا اطفال، فما يكون اللسان عصفور دسم قوي الاطفال مش هيعرفوا ياكلوه. ماشي بصوا هنا لقيت المعلقه وقعت جوه الملوخيه، وانا كنت اصلا عماله ادور على المعلقه. هنا بقى كنت بصراحه عملت ملوخيه وهتشوها طبعا معاكم. طبعا انتوا عارفين ان انا كذا مره عملت معاكم ايه طريقه الملوخيه يعني الخضراء. عملت ملوخيه خضراء. بص بقى هنا اختي كانت عامله لنا ايه، كانت عامله لنا رمان بالكركديه مش بالشربات. طريقه شافتها كتير على النت فعملتها لنا بس طلعت طعمها حلو قوي. هنا بقى ايه اختي كانت عامله سمبوسه بالجبنه، فقالت لي حمرها لنا فحمرتها. بصي يا جماعه اختي سايبه السمبوسه عماله تلزق في بعض وانا عماله افكها، طبعا ماسكه الكاميرا بايد وبصور بايدي التانية وبعمل ايدي التانية، هتلاقيني عماله اتخانق مع السمبوسه طول الفيديو. بس احمر بقى كده السمبوسه يعني كانت عاملاها يعني وكل حاجه. حطيت بقى هنا سمنه وتوم وشويه كزبره عشان خاطر نطش الملوخيه. اهم حاجه الملوخيه، عشان انا الايام دي جالي جنان في الملوخيه الخضراء، ووقت كل ما تعمل اكل اقول لها اعملي لي ملوخيه خضراء اعملي لي ملوخيه خضراء اعملي لي ملوخيه خضراء. بس شجعوني بس يا جماعه ان انا الفتره الجايه انزل لكم فيديوهات بجد عشان انا فاقده الشغف، فشجعوني. وان شاء الله ان شاء الله اول ما احمد يجي من الجيش هظهر لكم فلوج جامد جدا. بس هو بس يجي كده بس وينور الدنيا وانا هنزل لكم اعمل لكم فلوج تحفه. بس هو مش بيحب يظهر معايا يعني، انا بقى ايه هخليه غصب عنه ان هو يظهر، بس يا رب يرضى يعني. يا رب بس يدعوا يا جماعه ان هو ربنا يجيبه لي بالسلامه ويقضي خدمته على خير خدمته على خير بس كده ان شاء الله وربنا يسهل. اشوف بقى هو الملوخيه. ماشي انا بص هفضل حيرانه بالبتاع، بص هفضل احطها فين عشان بقى ما دخلتش المطبخ تحس ان انا مرتبكه. بص هعمل ايه، هحط البتاع هنا وانا برضك بصور يا. بص يا جماعه انا سايبه لكم الفيديو ده والله العظيم تاني ما قصيت منه اي حاجه في المونتاج، سبته لكم بطبيعته عشان خاطر يبقى من قلبي يوصل لكم القلب يوصل لقلبكم. انا والله العظيم ما قطعت منه حتى في المونتاج. قلبت بقى كده السمبوسه طلعها بقى كده في طبق. انا بصراحه بعشقها، اختي بتعملها حلوه قوي انا بحبها جدا. انا مش بحبها باللحمه المفرومه انا بحبها بالجبنه. فاختي كانت عامله كان طعمها تحفه، تسلم ايديكي بجد يا ام مسلم. نقول لها من هنا لغايه بيتها تسلم ايدي بجد يا ام مسلم على عيد ميلاده وعلى يوم. ماشي عايزين بقى كلنا نقول لها كل سنه وانت طيبه عشان ممكن عيد ميلادها يوم 1/12. صيادتك اهو صيادتك وخليتي الناس كلها عرفت ان انت عيد ميلادك يوم 1/12.
انا برضو خلاص بقى خلصت السمبوسه وحمرت الفراخ والمحشي كان استوى ولسان عصفور، وكنت بأمر عيش عشان خلاص بقى ايه هناكل. هنا بقى بصوا حطينا بقى الاكل، وبعد بقى ما كنا وقعدنا شويه حبه كتار كده بقى، عملنا بقى حبه بير زي توي، بس انا ايه قفلت الصوت وبس كده. ده اليوم بتاعنا وده الفلوج بتاعنا، يا رب يكون يوم عجبكم واشوفكم في يوم جديد.